السلام عليكم الإخوان الأخوات. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله يا ربي. وبلا ما نطول عليكم، اليوم راني جبت لكم واحد القصة أخوتي غتعجبكم بزاف، وغتاخذوا منها العبر، وغتشوفوا واحد السيدة واحد العقل عطاها الله سبحانه وتعالى. المهم بلا ما نحرق لكم أخوتي المراحل، نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو في القصة ديالنا، غنعاود لكم بعدا واحد لافير غير صغيور وقع لهاد السيدة هادي نيت. هاد السيدة هادي عندها واحد الوليد، هي مزوجة براجلها وعندها واحد الوليد في العمر ديالو 5 سنين والصرف. وهاد السيدة هادي ديما دايه مع ولدها للحمام، ولدها كما كتعرفوا راه 5 سنين والصرف، راه ما خصوش باقي يدخل للحمام، ولكن هاد السيدة هادي كتديه مع الحمام. شحال من خطره الناس كيتشكاو من مولات الحمام، الكليان تيتشكاو من مولات الحمام، تيقولوا لها راه واحد السيده راه مدخله واحد الدري راه كبير تبارك الله، راه ماشي صغير وكذا، وتيتشكاو. وضرات مع مولات الحمام، مع هي جارتهم وداك الشيء، الحمام حداهم، تدير معاها هكا وهكا. مولات الحمام تقول لها دابا يهديها الله، دابا يهديها الله، دابا يهديها الله. ما عليناش مولات الحمام ملي ما كتكونش، هاد السيده هادي كدي هذاك الولد، كديه. كاينه واحد الكلاسه خدامه في الحمام، هذيك الكلاسه ديما تتبرك عليها لا فلانه حشومه، وهادي راه بتخرج لي انا على خدمتي وكذا، وهادي تجبد هاد السيده هادي واحد 10 دراهم وكتعطيها لهاد الكلاسه وكتسكت الكلاسه. ملي كيسلتو حوايجهم كتكون داخله هي ولدها لداخل، هذيك الكلاسه كتقول لها داك البريش الله سير هذاك الجن، سير عندك دير لبسالو. داك البريش تا تيدور تيبقى مخنزر فيها، وغادي وتابع مو حتى تيدخلوا تيغسلوا تيخرجوا. ما عليناش، واحد النهار هاد السيده هادي دات ولدها للحمام تاني، ودورات مع الكلاسه ديال الحمام ودخلاتو، تحمحمات كملات وغسلات الوليده، خرجات هي تقعد تاني في هذيك الجلسه بات تلبس حوايجها. الوقيته هي فاش كما كتعرفوا اخوتي، العيالات بعدا العيالات كما كتعرفوا العيالات، ضروري ما تخرج ولادكم هو الاولين صغار تلبسهم هما الاولين، لانه الا لبستي انت الاولى راه تيعذبك هذاك الولد ديالك ولا هذيك البنت، تيعاود يعرقك بحال ما تحمحمتي، تيخصك هو الاول تنطيه تلبسي حويجاتو وكذا، عاد انت كتسميتو. المهم ما عليناش، هاد السيده هادي جبدات البورطابل ديالها، هي التليفون ديالها، تعطيه لهاد البروش هذا، عطاتو البروش ملي فيه لبساتو حويجاتو عطاتو ليه، وقعد ملي فيه باش هي بما هي تلبس حوايجها. البريش كما كتعرفوا البراش راه ما كيعرفوش التليفونات دوك اللي صغار بزاف وداك الشيء، تيبجغ الوالده ديالو داخله في واحد الجروب. فهموني اخوتي، الوالده ديالو داخله في واحد الجروب، وهذا الجروب هذا فيه الاصدقاء ديالها، الصديقات ديالها وكذا، وهادي معاهم حتى شي واحد من العائله. بريش شاد التليفون واحد شويه هو يكليك على الكاميرا، جاب الله ما دارش فيديو، ويبرك تشاق 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 تشاق، وتيصور في التصاور. الدري ما على بالوش، ما عليناش، ما عرفت كيفاش وقع تاني هذا البريج هذا، حتى تاني كليك على سميتو على سند، وصيفط هذاك الشيء، صيفط هذاك الشيء العجبه، هذوك التصاور صيفطهم من الجروب، نشروا هذوك التصاور كلهم، هذوك التصاور اللي ضرب نشروا كلهم في هذاك الجروب. شويه التليفون بدا كيصوني سر 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 سر، عباد الله كتصل عائلتها وصحاباتها وداك الشيء. المهم جاوبات اش كاين اش ما كاين، قالوا لها اش هذاك العجب نشر، اش داك الشيء نشرتي فيها سميتو، قالت لهم اش نشرت، قال لها نشر الفخاض ونشر السدوره والعجب لا نشرها. قالوا لها واش ما في خبرك والو انت، هذا شال الكارثه درتي، دخلي مسحي هذاك العجب. السيد عاد ولا تقول الله والله حرام ولدي هو اللي غادي يكون دار هذا الشيء، دخلت جاب الله مسحت هذاك الشيء، وجاب الله داك الجروب بعدا فيه الناس بعقلهم وكذا، عائلتها وصحاباتها الخدمه وهذاك الشيء. اما كون كان شي جروب اخر راه كون لقاو هذوك الناس مساكن، كون كل وحده فين لقات رجليها، وحده فين تلقى وجهها، كل وحده فين تلقى العالم ديالها. ما عليناش اخوتي، راجل هاد السيده هادي دابا غنساو حنا هاد لافير هذا عاودت لكم باش ديروا العيالات، باش ديروا نتوما الاحتصيات بحال هكا، ولدك صغير شويه ولا بنتك صغيره وكذا، بحال شي بلايص اللي يكونوا هكا بحال الحمام وكذا، وعاي شويه ما تعطيهش التليفون في بحال هاد البلايص هادو، لانه الدري راه باقي صغير راه ما كيعرفش اش كيدير. تعطيه كاع لامك كبيره شارفه راه تبقى تتبجغ، راه حتى هي ممكن تصيفط لا سميتو. المهم ما عليناش، اسمحوا لي واخا طولت عليكم شويه اخوتي. هاد السيده هادي مزوجه كما قلنا، عندها واحد راجلها، هاد راجلها انا تنقول من هنا بانه ماشي راجل مبلي بالعيالات وبالبنات، يعني كيفسد اخوتي بالعربيه. وهاد السيده هادي راه من اطيب خلق الله، ومزوجه بهاد السيد هذا على سنه الله ورسوله، وما عمرها غدراتو وما عمرها دار شي حاجه، غاديه معاه بالصفا والنيه. ولكن هاد السيد هذا حمار اخوتي، حمار. شي 5 ديال المرات كتحصل عليه الخيانه الزوجيه وكتسمح ليه، كتقول على قبل الوليدات.
هذه هي الحاجه الخايبه في هذه المراه هذه، كل شيء فيها زين الا هذه النقطه هذه. ما كاينش علاقه بالوليداتي. الوليدات راه الله اللي تيرزقهم. الا كان هو تيصير عليك مثلا واحد 4000 درهم في الشهر، ما تقوليش وليداتي غيبقاو بالجار راه غاي كذا كذا، يمشي امه 4000 ديالو يمشي. اش قدا لك انت هذيك 4000 درهم اللي طامعه فيها وخايفه من الجوع وخايفه من القهره؟ اش قدا لك وما ديرش داكشي اللي قال لك الله سبحانه وتعالى. ربي راه ما يبغيكش تبقاي معاه، ربي راه ما غاديش يعرف لك هذه الهضره ديال الوليدات، لانه الله هو اللي كيرزق. اذا انت راه نسيتي الله سبحانه وتعالى اللي خلقك، وراضي على واحد الحاجه ديال الفساد على قبل الماده. فهميني الله يرحم لك الوالدين. ادخونا هذا شي بالرجال هذا، ادخونا هذا ما قدوش الفساد، البنات والشياخ وكذا، داك العالم ديال الليل. هذا السيد بيتبلع حتى بالشراب. تصوروا معايا هذا السيد ما كان تيشرب ما كان كيكمي، حتى تزاد عنده هذاك البروش اللي صور بلا باري العيالات في الحمام، حتى تزاد عنده هذاك البروش. عاد هو بيشرب وعاد بيكمي وعاد بيفسد وعاد بيدير جميع المحرمات اللي محرم الله سبحانه وتعالى. اذا هاد السيده هادي رانا غنقولوا اللي غيوقع ليها تستاهل يوقع ليها، ولكن هاد السيده هادي هذاك الشيء اللي غيوقع ليها في الاخر الا وقع لك انت محال واش غتصرفي بحالها او لا ممكن تصرفي بحالها. لهذا تبعوا معايا القصه حتى الاخر باش تشوفوا واحد العبره وتشوفوا العقل اللي عطى الله سبحانه وتعالى لهاد السيده هادي. وحطها في واحد، حطها خوتي في واحد الوضع ما تبغيش حتى لعدوك. هو قدر من عند الله سبحانه وتعالى، ربي اللي كتبوه عليها وربي اللي تيكتب هذا الشيء. غير كيبقى كل وحده وكي كتقبل هذاك القدر اللي قدر عليه الله سبحانه وتعالى. ملي هاد الراجل هذا تبلا بالشراب ولات تاكل حتى العصا تاع بصح ولات كتاكلها وكتصبر. تصوروا معايا هاد السيده هادي الحديد تارتو ليديها بسبب العصا اللي تضربها راجلها وسامحات ليه. رسلها لا مشوار ديالها سامحات ليه، عاود حرقها في العنق ديالها وسامحات ليه، وكتقول غير على وجه داك الوليد. ام للانسان يتضرب ويتحرق وكذا وتقول على قبل الوليد، فراه انت كتقلبي على شي حاجه اكثر من الضرب والحريق وسميتو. ولكن هذا الحمار هذا حاشاكم السامعين ما بغاش يرجع للور، ما باش يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم راه عندي وليدات وعندي المراه وكذا الله يعمرها دار وهذه. اش ندير؟ لاش كنفسد؟ لاش كنشرب؟ لاش كنكمي؟ لاش كندير؟ كون هي كيشرب وكون غير كيكمي وكون غير كيدير. لاش الفساد؟ لاش الفساد؟ لاش اش بتعطيك واحد هذا بنت الزنقه؟ اش بتعطيك؟ اللي بتعطيها خوتي انتم غتسمعوه. واحد النهار هاد السيده هادي مرتو عايشه هي وياه وصابره حتى لواحد النهارات كتحس هاد السيده بالدوخه. بدات كتقول اش هاد الشيء اش ما هاد الشيء. واحد شويه تعاود ثاني تفوت هذيك الدوخه تقول شي باس ما كاين بلا ما نمشي ندوز بلا ما نمشي نشوف هاد الشيء. شويه هما يزادوا حتى رجلين ما باقيش كتقد تزيد. هنا هاد السيده هادي صافي فكرات خصها تمشي تدوز. مشات دوزات صيفطوها الاطباء قالوا لها ديري التحاليل. دارت واحد جوج تحليلات وهما يخرجوا اخوتي التحليلات بجوجهم بان السيده فيها السيده داخل المراه. انا ما كنخرج ما كنفسد عايشه مع راجلي على طاعه الله ورسوله. منين بتجينا انا السيده وما قدرتش تقول للزوج ديالها بانها مصابه بالسيده. بقات ضربه الطم. قالت الراجل قال لها راجلها منين جات سميتو منين مشات دوزات وجات قال لها قالت لي لا قالوا لي راه عندك شويه الدوخه وهذاك الشيء. المهم السيد ما حتى ما جاب. دازت اخوتي تقريبا شي 3 شهور. شوفوا الله سبحانه وتعالى شي 3 شهور تيبان لها هذاك ابو الركبي ديالها راجلها تيبان لها حتى هو ما تيقدش باقي يزيد هذيك الايامات. حتى هو ولا ماشي هو هذاك مدوخ وكذا وهادي. قالت لي نوض قاعد سيدي. قالت لي نوض دوز. قال اش بين دوز؟ قالت لي نوض دوز. قالت لي يلاه ودوز. قال لها كيفاش؟ قالت لي خصك دوز. هاد السيده اخوتي غير شافت الاعراض اللي كانوا فيها جاو الراجلها قالت لي والو تنوض دوز غدير تحاليل اللي درت انا. فعلا اخوتي جراطو مشات معاه دار التحاليل ويلقى راسو حتى هو مصاب بالسيده. وتاكدوا بانه الزوج ديالها هو اللي جاب لها السيده هو اللي عاداها. فهمتوا اخوتي؟ فهمتوا العيالات سمعي. المهم هاد السيده هادي حتى هو لواحد السبيطار فين تيكون مجموعين دوك صحاب السيده. دوك العيالات حتى هما البنات اللي مصابين بالسيده والرجال وكذا. المهم مشات هي تماك خشاوها معاهم واحد المده. لقات تماك البنات كيعاودوا هادوك اللي مصابين بالسيده
واسمعوني دابا يا البنات، سمعوني يا العيالات، وقبل ما نقول هاد القضيه هادي انا كنطلب انا من كل مرة البنات المقبلين على الزواج، البنات عفوا اللي مقبلين على الزواج، والشباب الشبان اللي مقبلين تاهم على الزواج، ما تزوجش اخويا، ما تزوجيش اختي. الا تلاقيتي مع واحد الشاب وتلاقيتي انت مع واحد الشابه وتفاهمتوا، عجبتيها وعجباتك، ارتحتي لها وارتحت ليك، وبغيتوا تزوجوا على طاعه الله ورسوله، ما فيهاش اختي عيب تقولي لهذاك الولد سير الله يرحم لك الوالدين اخويا، سير بعدا تجيب واحد الشهاده ديال شهاده تبين بانه انت ما عندكش شي مرض ديال السيده. وحتى انت اخويا راه ما فيها عيب تقول لها شوف يا بنت الناس انا بغيتك وكذا وعجبتيني وندير معاك الاولاد والعالم، ولكن سير يا بنت الناس الله يرحم لك الوالدين انت تجيبي انت واحد كذا كذا، نعرفوا حتى حنا واش انت ياك ما فيك شي سيده ياك ما فيك شي عجب. علاش اخوتي قلت لكم انا هذه النقطه هذه؟ لان هاد البنات هادو اللي تلاقات معاهم هاد المراه في السبيطار، هادو اللي مصابين حتى هما بالسيده الله يحفظ، تيبداو تيعاودوا لهذيك السيده، تيبداو تيتعاودوا بيناتهم. الاكثريه في هذوك البنات ودوك العيالات تيقولوا بانهم ملي كانوا مصابين بالسيده هما مصابين وعارفين راسهم راه مرض بالسيده، وكيخرجوا كيخرجوا اخوتي كيخدموا. كاينه فيهم اللي كتخرج 4 المرات 5 المرات في النهار، راه ما يمكنش وحده خارجه على قبل الرزق وغتقول لواحد اخويا دير لي احتياط ولا كذا راه مريضه بالسيده، راه ما يمكنش تقولها ليه، الا قالتها ليه صافي ما باقيش خدمات. فهموني الله يرحم لكم الوالدين، هاد الشيء خصكم هاد القضيه هادي شوفوا، راه المغرب تسمعوا ماشي هي المغرب العالم سمعوا نقول لكم راه ماشي هي المغرب اخوتي، راه العالم النسبه الكثيره في العالم ديال البشر مريضه بالسيده. صوروا معايا دابا وحده من هاد النوع هذا عارفه راسها مريضه وكتخرج كتخدم، دير مع هذا كذا هذا حتى هو اللي كذا مشى حتى هذا حتى هو مبلي بهذاك الويل الله يعفو على البشر طفو مبلي حتى هو غيمشي حتى هو غيسقف وحده وهو ما على بالوش واش فيه، وحتى نهار تكون في راسو راه فيه وكذا ما غاديش يرضى وما غاديش غيبدا كينعس مع عباد الله، غيبدا كينعس مع سميتو بيطلي وطحر من العالم بيطلع وبنت الحرام حتى غطلي العالم. فهموني الله يرحم لكم الوالدين. اذا كيفاش انا نبغي نتزوج انا نتلاقى مع وحده انا ما غاديش بنادم كتكون فيه السيده ما تكونش باينه فيه. وتصوروا معايا هاد المراه هادي اللي لقات راسها فيها السيده هادي راه شعرها بدا كيصيح ضعفت بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، عينيها دخلوا والعالم ولات كتخلع، ورغم ذلك الرجال كيتلاحوا عليها لانها كتبان راه ما فيهاش راه ما مريضه تجي لا بسيده لا بنوار لا بعذاب. فهموني الله يرحم لكم الوالدين، راه اللي مريضه بالسيده راه كتبان لك انت عاديه واخا كتشوفها انت ضعيفه عينيها داخلين انت تقول هذه ياك ما السهران ياك ما قلت الماكله وكذا وهذه ما غاديش تصح لك الفكره ديال السيده راه غتكون هذه مدمره بالويل. كتلاقى معاها كتمشي كتوقف عليها الا لقيتيها بنت الناس بحال هاد السيده هذه راه اللي وقف عليها اخوتي اللي وقف عليها هذيك الساعات راه وقف عليها واحد خدام في المحكمه وقف عليها وكذا تشروط فيها كما كنقولوا حنا بالعربيه تشروط فيها قال الشراوط عجبتيني وكذا بدا يطبخ تماك وكذا وما خلا ما تيشري ليها القفاف وكذا والعالم. قالت لي اسمع فلان نقول لك اسمع الله يرحم لك الوالدين سمعني مزيان. قال لها نعم. قالت لي انا راني مريضه. قال لها باش مريضه؟ قالت لي راني مريضه بالسيده. السيده قفز. قال لها صافي سمحي لي وكذا وهادي سمحي لي وانا راه ولفتك والله العلي والعظيم شوفي اخت ما خصاتك شي حاجه هاني موجود وكذا غير اتصلي بيا يا ماكله يا لباس يا كذا يا هادي. السيده قالت لي شوفها ولد الناس انا حسبني بحال اختك. هاد السيده هادي راه طلقات. علاش اخوتي طلقات؟ لانه الراجل ديالها عمد اخوتي باش ينتقم من هاد المراه هادي، هو راه انتقم منه الله سبحانه وتعالى. مرض واحد المرضى خايبه اخوتي وخايبه فين يبان شي سيده فين يبان شي كذا. الدم والامانه امانتو. هاد السيده هادي بقات عايشه ما كتفسدش ما عمرها فسدات، اقسم بربي كعبه اخوتي الا ربي نزل الشفاء شافها الله سبحانه وتعالى شافها ولات بخير وعلى خير، واحد الصحه ولات عندها وواحد لوج مع اخوتي ولا سميتو القران وكذا حفظت 60 حزب ختمات سميتو اخوتي ختماتو في واحد الظرف وجيز في واحد الفتره قصيره ختمات القران. السيده كي ولات في شكال تبارك الله اخوتي. وهذاك الوليد ديال هذاك الوليد اللي كنصور العيالات هذاك الوليد راه ولا امام اخوتي في السعوديه، امام ديال المساجد. تصوروا معايا اخوتي ربي عطاها على قد النيه ديالها
كون هاد السيده هادي، كون كانت هاد السيده هادي خايبه فسميتو في النيه ديالها وفسميتو، راه اللي وقف عليها راه بتضرب الطم وتسكت، وبتبدا كتدير كذا كذا مع بنادم، وتبدا تتعذب في بنادم. ولكن هاد السيده هادي حمدات الله، قالت قدر الله يا ربي كتبتي عليا هاد المرض هذا، والسبب هو راجلي. المهم هاد السيده اخوتي تشبتت بالله سبحانه وتعالى، ورضات بحكم الله سبحانه وتعالى، وان الله يعلم ما في القلوب، وربي راه جزاها، ربي عاود شافاها وعيشها عيشه زوينه، وراه هو ولدها من الله فيها، وكيصيفط لها العالم ديال الفلوس ومن الله فيها. والناس الدين اخوتي، الدين الناس الدين، وحلفات ما تزوج. شحال من واحد جا ليها كيشوفوا السيده زوينه وكذا والفلوس وكذا، شحال من واحد جا عندها، وشحال من واحد بيتلح عليها، بغى المعقول، ولكن السيده حلفات ما باقي تزوج. السيده قالت عندي صحيحتي، عندي ولدي، والله لا باقي كنتمر لشي حد. فلهذا الاخوان، يا كنتي بنت يا كنتي ولد اخويا، ما تزوجش. جا شي واحد بيتزوج بك اختي، قولي ليه سير فلان، سير حتى تجيب واحد الشهاده بانك ما مريتش بالسيده. وحتى انت اخويا لقيتي شي وحده عجبتك وبيتزوج بها، انت قول لها سير فلان جيبي شي ورقه باش نعرفوك ما حامله لا فيروس لا سيده لا نوار لا كذا. ملي تجيب هاد السيده هادي ورقاتها نقيين وصحيحتها بخير وعلى خير، ما فيها لا سيده لا والو، وملي يجيب هاد الولد تا هو كذا كذا ديالو، ما عنده لا فيروس لا والو لا سيده لا نوار لا عذاب، توكلوا على الله ديك الساعات وتزوجوا وفرخوا وعيشوا بما يرضي الله تعالى. راه الا مشيتي للفساد، يا انت يا انتي، راه ممكن الله ما غاديش يعاقبك كاع انت بهاد السيده هادي ولا بشي حاجه، عطا الله باش غيعاقبك الله سبحانه وتعالى. وكانت اخوتي هذه هي قصتنا، نتمنى تاخذوها كعبره وماشي للفرجه. والله يعاونكم الخوت.